بما إني باعمل الفيديو ده الصبح فيلا صباحه عسل صباحه سكر. إن شاء الله تفرحوا وتتساعدوا وربنا يسعد الجميع. بس لو انت جديدة يا ست الكل ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تصلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. احلى كيك ممكن تعمليه ميكس كده ما بين الشوكليت والفانيليا، وزي ما انت شايفة طلع كده مرتفع وهيش وحاجة تحفة. اول حاجة معايا 3 بيضات حلوين كده بدرجة حرارة الغرفة. معايا كوباية من الزيت على السمنة. طبعا نحط فانيليا ونحط معلقة من الخل. الخل بيتعمل علشان مادة رافعة، مش بس ريحة الزفارة. معايا كمان لبن، تقدري تستخدمي لبن لبان او لبن المعلب زي ما انت حابة. كوباية ونص من اللبن. هحط لكم برضو كل المقادير علشان خاطر تبقى قدامكم. معايا كوبايتين من السكر. عايزه اقول لكم ان انا عملت المقدار ده لصينيه كبيره مش صينيه صغيره. قلبت كله. تقدري بدل ما تستخدمي كوبايتين سكر تستخدمي كوبايه ونص. معايا ايه؟ معايا 3 كوبايات من الدقيق ومعلقه من النشا. هحط الدقيق حبه حبه، طبعا معاهم ذره من الملح، كيس من البيكنج باودر، وقلبي كل المكونات دي في بعضها لحد ما تندمج في بعض. طبعا الكيك بتاعي مش هياخد وقت. خلاص كده اتضربت. احط بقى النص التاني من دي، وهحط كده شوية بشوية لحد ما اخلص الكمية كلها. في التوقيت ده بكون فاتحة الفرن على درجة حرارة 200، الرف الأوسط الشبكة. وبعدين ببطن الصينية بتاعتي بمعلقة من الزبدة علشان خاطر مفيش اي حاجة تلزق في الصينية. وبرضو نقلب كل المكونات في بعضها زي ما قلت لكم. انا بس بحط شوية بشوية لان دول 3 كوبايات دقيق. مش مهم بقى كل الحاجات اللي بتطلع بره الكيك دي هنعملها حالا. المقادير كلها مظبوطة. الحاجة الوحيدة اللي تقدري تتحكمي فيها هي السكر. ممكن تحطي بدل كوبايتين تحطي كوباية ونص. دلوقتي زي ما انتوا شايفين انا مبطنه الصينيه بمعلقه الزبده اللي قلت لكم عليها. حطيت كده الفانيليا وسبت حوالي كوبايه من الخليط ده علشان اعمل الشوكليت بتاعتي. هحط عليه ايه؟ هحط عليه معلقتين كبار من الكاكاو الخام الاسباني. وبعد ما هعمله احطه كده في كيس من الحلواني، وابتدي ان انا اخرم الكيس ده وانزل الخليط ده على الكيك. هنزله كده بشكل حلزوني ودواير كده عشان يديني طعم الشوكولات. زي ما انتم شايفين كده قصيت الكيس وابتديت ان انا انزل على مسافات متقاربة الشوكولات بتاعتي. لونها جميل وتحفة. اهم حاجة تتأكدي ان الشوكولات بتاعتك تكون من عند حد على طول عنده حركة بيع، ما تبقاش مخززة عشان يكون طعمها حلو. ابتديت ان انا زي ما قلت لكم اعملها شكل حلزوني بعصاية الشيش طاووق. وكده تمام. الكيك بتاعي بقى جاهز. تقدري تعكسي تحطي الشوكولات الاول بعدين الفانيليا زي ما انتوا حابين. وكده بقت جاهزة معايا. خدت معايا حوالي ساعة الا تلت. بصوا طالعة هشة وجميلة ازاي. بتمنى النهاردة وصفتي تكون عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.